السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. كل سنة وانتم طيبين، يجعله شهر مبروك علينا وعليكم وعلى أمة محمد. صلوا على النبي يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة انا هعمل معاكم لسان العصفور، البرنامج الجميل ده بالكفتة. تمام. ادي لحمه طبعا متبلاها من بالليل، هقول لكم على التتبيله بتاعتها. بصلايه، 4 فصوص توم، بصل، بصل بودره وتوم بودره. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. ملح وفلفل وحبهان مطحون وكزبره. دي التتبيله حبايبي بتاعت الكفته. تمام. ادي معايا كيسين لسان عصفور، وادي الطماطم دي انا كنت عاملاها صلصه. كان عندي طماطم في التلاجة، ضربتها وعملتها صلصه عشان ما ينفعش نرمي حاجه خالص في الوقت اللي احنا فيه ده. خليكم معايا حبايبي، وان شاء الله يا رب يا رب تكون فيديوهاتي خفيفه على قلبكم، ولايك واشتراك في القناه. طبعا انا هعمل الكفته كده. طبعا لازم تعملوها كويس كده، تخدموها كده. ده يا حبايبي كيلو لحمه مفروم، هعمل منه لسان العصفور وهعمل منه كفته بالصلصه. ماشي حبايبي. اللي عايز يعمل نص كيلو يعني، اللي عايز يعمل ربع كيلو يعني عادي. مش يعني ما توقفيش نفسك ان انتي لازم تعملي كيلو. بس انا علشان احنا ده طبعا بنعمله كده عشان هنوديه هدية لحد يعني. ماشي حبايبي، خليكم معايا. تبان ما تروحوش كده ولا كده ولا كده. هكور كل الكفتة وهرجع لكم تاني. معلش يا حبايبي، بصوا انا بعمل ايدي كده زيت عشان تطلع معايا مسوية وحلوة. طب انتي عاملاها كبير ليه كده يا سوسو؟ عشان في لسان العصفور، لكن اللي انا هعملها بالصلصة هعملها طبعا صغيرة شوية، مش هعملها نفس الحجم ده. بسم الله ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس النوع ده كده يا حبايبي. يا حبايبي ده لسان عصفور، هحط شوية زيت زيتون وهنحمره الاول. طب ده اللون اللي انا عايزاه. إيه رأيكم بقى؟ بهداوة كده وبروقان. هو ده اللون اللي انا عايزاه، انا عايزاه يبقى لونه كده. اعملوا الاكله دي والله هتعجبكم جدا في رمضان. انا عملتها قبل كده بالفراخ.
ادي بصلايه صغيره بشرتها عشان هنعمل الصوص بتاع لسان العصفور. اهو يا حبايبي انا عايزاها كده، مش عايزاها حمرا. ملح، كزبرة، فلفل، كمون. مش هحط حاجة تانية عشان الكفتة فيها كل حاجة. وهنزل بيهم كده واديهم تقليبة. شوية سكر صغيرين، وهنزل عليهم بمية من الكتل. بس يا حبايبي اهي هحطها بقى على لسان العصفور وهسيبه ياخد نص سوا واضيف له الكفته وبعدين ادخلهم الفرن. مش فحاسه يبقى كبير قوي. بص حطيته هنا احسن عشان كنت حاسه البرام هيبقى كبير قوي. تمام، وهوزع عليه كده اهو. كده وهديله طبعا صوص عشان يكمل سواه بالشكل ده وادخله الفرن. بصوا يا حبايبي انا هدخله اهوت الفرن. تمام، هغطيه بفويل وهدخله الفرن اهو يا حبايب قلبي في الفرن. معلش نسيت اقول لكم بقى حاجه. انا نقلته هنا علشان لقيت ده شكله اشيك وهو شكله احلى، فانا نقلته في البرام اللي هو الرصاصي ده. بصوا البرام ده عشان ما تقولوش يعني ايه في اول التصوير كان في كذا وفي اخر التصوير كذا. لقيت ده شكله اشيك واحلى.
اطفي عليه بقى ان شاء الله، واما اطلعه اوريهولكم. حبايب قلب الريحه طالعه تحفه تحفه تحفه، وربنا ريحته تحفه، بألف هنا يا رب. حبايبي ده شكله النهائي، بصوا. الله 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 الله. لايك واشتراك، وبألف هنا لكل من كان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.